مساء الخير. حلقة جديدة من ميدو والملاعب. مش ميداليات بس، مش كؤوس بس، مش انك تحقق انجازات والقاب وكلام من ده. لا، مش فكرة ان انا اكسب واحقق 3 نقط او اروح اولمبياد واكسب البطولة واخد 3 ميداليات ذهب واخد 2 فضة واخد برونزية. مش فكرة اكسب كاس العالم ولا كاس قاري الموضوع ابعد من كده واكبر من كده. الموضوع قيم ودروس وتأثير وتغيير في الحياة الإنسانية، وأجيال تتعلم القيم دي والمبادئ دي. الموضوع كبير فعلا. عن الرياضة بتكلم، كلنا عندنا سواء في الألعاب الفردية لاعبين ورياضيين بنشجعهم وبنقعد نتفرج عليهم وننصرهم بقوة، وفي الألعاب الجماعية عندنا أندية ومنتخبات برضو بنشجعهم ونستنى ماتشاتهم ونتضايق قوي ونتعصب لما يتغلبوا ونبقى طايرين من الفرحة لما يكسبوا. ده جزء من الرياضة، لكن الجزء الأهم في الرياضة القيم اللي بتحطها الرياضة، الأخلاق الرياضية، أخلاق الرياضة اللي مهم جدا ان احنا نكون عارفين ان دي حاجة بتتلعب علشان تؤثر على واقعك، عشان تأثر عليك، عشان تفرق معاك، بعيد عن إدارة المشاريع وبعيد عن العلم واللي أنا بتكلم فيه معاكم على طول. خلينا النهاردة نبص كده على حاجات حلوة في الرياضة، حاجات عظيمة، أبطال منهم اللي فعلا حقق ميداليات ولكن أثر في الرياضة، ومنهم اللي محققش ميداليات وغير في تاريخ الرياضة. خلينا نشوف مع بعض واحنا بنتكلم. يلا بينا نرجع لبطولة هلسنكي 1952، الدورة الأولمبية. طبعا الدورة الأولمبية زيها زي أي دورة أولمبية شارك فيها رياضيين في كل الألعاب ومن أعظم الرياضيين في العالم وأسامي عظيمة جدا في ذلك الوقت، ما فيهاش كلام. لكن أنا كل الرياضيين دول حاجة، والرياضي اللي أنا بختصه وبتكلم عنه النهاردة حاجة تانية خالص. لأن الرياضي اللي أنا جاي أتكلم عنه ده ينطبق على موضوع الحلقة وفكرة الحلقة اللي أنا هبدأها معاكم النهاردة، حتة رسائل الرياضة، تأثير الرياضة. أنا جاي أتكلم على إيميل زانوبيك، هذا البطل تشيكسلوفاكي. كانت لسه تشيكسلوفاكيا بلد واحدة يعني قبل ما ينقسموا. البطل ده شارك في الأولمبياد سنة 52 في الدورة الأولمبية، كان أول دورة أولمبية يلعبها. والراجل ما لعبش، ما عندوش التجربة الرياضية قبل كده، وهو كان ضابط في الجيش التشيكسلوفاكي وقت الحرب العالمية الثانية، وساب الجيش بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي خلصت سنة 45، وقرر سنة 51 ان هو عايز يشارك في الدورة الأولمبية. طبعا نظام التصفيات ساعتها كان بيسهل جدا ان انت تشارك في الدورة الأولمبية وكده، فلعب للمرة الأولى. تخيلوا البطل ده كسب ذهب في 5000 متر، ذهب في 10000 متر، لكن الأهم بقى لما قرر يشارك في الماراثون في أولمبياد 52. مشاركة غريبة جدا، محدش فاهم هو خد القرار ازاي. الأحلى من كده إيميل زانوبيك ما كانش يعرف أي حاجة على الماراثون، لكن لأنه الفضول اللي دفعه للمشاركة في الدورة الأولمبية من الأول، ولأنه قرار شخصي جه في ساعتها، فقال أنا هدخل الماراثون. لكن الأهم خلينا أرجع بيكم لورا لذهبية 5000 متر، لأنه هو في الميدالية الذهب دي كان بيحب بنت اسمها دانا زانوبيك. اتجوزها بعد كده. اتجوزها امتى؟ يوم ما خدت ذهب في 5000 متر، ويوم ما هي خدت ذهب في رمي الرمح في أولمبياد هلسنكي. نرجع ونقول ليه أنا اتكلمت على دانا وعلاقة إيميل بيها. لأن هو ما سألوه أنت داخل الماراثون ده على أي أساس؟ قال لهم هي هترمي الرمح وأنا هجري وراها، فده هيساعدني إن أنا أكسب الماراثون. والأهم من كده كان ليه تصريح، هشوف أسرع واحد في الماراثون وأتعلم منه. أقول لكم على حاجة، إيميل كسب وبفرق، ضرب رقم قياسي أولمبي في 5000 متر وفي 10000 متر وفي الماراثون. لكن الجميل والتأثير هنا والرسالة اللي أنا عايز أقولها والقيمة الإنسانية والأخلاق الرياضية المهم جدا نعرفها،
ازاي طريقة التدريب بتاعت ايميل زانوبيك غيرت تاريخ العاب القوة بعد كده، وغيرت طرق العاب القوة وطرق التدريبات في العاب القوة بعد كده بشكل مبهر جدا، وبشكل يخلينا كلنا نشكر ايميل زانوبيك. لانه هو كان راجل عسكري سابق، فكان بيتمرن وهو لابس الحذاء العسكري اللي هي البيادة العسكرية يعني، كويس. طبعا هي تقيلة، كان بيتمرن وهو لابسها، وبيجري تمرينات الجري بتاعته كلها وهو لابسها. وكان كل اقرانه مستغربين قوي ايه اللي الراجل ده بيعمله، وليه بيرهق نفسه كده قبل التدريبات، ليه كل ده بيحصل يعني، ليه ما يسهلهاش على نفسه. لكن هو كان ليه وجهة نظر تانية، هو كان ليه طريقة تفكير مختلفة وطريقة تفكير تانية خالص، كويس. حاجة تانية مثلا، كان في التدريبات اللي هي المائية اللي بيعملوها العدائين عامة، اللي هو ينزل البسين وكده، كان يحاول يكتم نفسه أطول مدة تحت المية، بحيث يقولك ايه، انا بقوي الرئتين بتوعي. بسبب تدريباته وبسبب فوزه بالميداليات اللي انا سبق وكلمت عليها وقلت لكم عليها، هو غير طريقة تدريبات التحمل ومفهوم التحمل في ألعاب القوة بالنسبة للعدائين بعد كده، لأنه بقوا كلهم بيتعلموا منه. هو كان مثل أعلى لكتير من العدائين بعد كده، أهمهم جابر سلاسي العداء الإثيوبي العظيم وعداء الماراثون تحديدا. جابر سلاسي العظيم يعني، أرقامه عظيمة جدا جابر سلاسي يعني، كويس. وفي تصريح جابر سلاسي بيقول ان هذا الشخص هو سبب كل انجازاتي الرياضية، لان انا اتعلمت من سيرته طريقة تدريب جديدة تخليني اعرف اتحمل واعرف اكمل. يبقى هنا احنا قدام شخص غير المفاهيم بتاعة التدريبات في ألعاب القوة وعند العدائين، علم حاجة جديدة، وصل رسالة جديدة. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. مش أنا بقول لكم هي مش ميداليات وبس، ومش إنجازات وكؤوس وبس، في حكايات تانية وفي قصة تانية، وإحنا مستمرين مع بعض ومكمل الحلقة. ما تيجوا نطلع 8 سنين قدام لأولمبياد روما 60. الدورة الأولمبية في روما شافت واحد من أحلى وأعظم الأحداث الرياضية اللي ادت قيمة حقيقية وغيرت فعلا في واقع مهم جدا، وده على المستوى الإنساني. وهنا نشوف الرياضة بجد، ونشوف قد إيه الرياضة من شأنها إنها توصل رسائل عظيمة جدا جدا جدا، بل إن من شأنها إنها تغير واقع حاصل. إريك موشيمان العداء الجنوب أفريقي انتصر على العنصرية والفصل العنصري اللي كان موجود في جنوب أفريقيا من سنين طويلة، وما خلصش غير سنة 92، كويس. عمل ايه إريك موشيمان؟ الراجل ده من سنة 53 لاحظ ان هو بيجري كويس، فابتدى يحاول بيجري في الشارع، بيجري مع اصحابه، بيتسابق مع اصحابه وحاجات من دي وبتاع في المنطقة عنده يعني، املا في انه هو يلعب اولمبياد 56. لكن لان نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا بيمنع اصحاب البشرة السمراء انهم يمثلوا منتخب جنوب افريقيا، ولا وجود الا للبيض في اي منتخب لجنوب افريقيا، في اي لعبة، في اي مشاركة دولية او قارية او عالمية، كويس. ممنوع البشرة السوداء دي تشارك، كويس. علشان كده معرفش يشارك 56. فضل يحاول ويحاول ويحاول لحد ما جت الاولمبياد روما 60. قبليها بسنة بقى 59 قرر إريك موشيمان ان هو هيصفي اقليمي. نظام التصفيات زي ما قلت لكم كان مختلف في الوقت ده، فقرر ان هو هيصفي اقليمي. صفى وصعد اولمبياد روما وراح الدورة الاولمبية علشان يغير انظار العالم تماما. حاجة حلوة جدا إريك موشيمان، حاجة لازم نبص لها بإعجاب، وخلينا نشوف مع بعض غير انظار العالم ازاي. في وسط ما كل الناس كانت بتتريق عليه، البعثة بتاعت جنوب افريقيا كلهم بيتريقوا عليه
لدرجة ان هم ما كانوش بيخلوه ينام معاهم في فندق الاقامة. فالراجل كان فعلا يعني عانى في دورة روما. مرة ينام على الرصيف، مرة ينام في كشك تليفونات وحاجات كده وبتاع. كشك التليفون ده اللي هو زمان كان بيبقى في الشارع يعني موجود، وحاجات من دي. جميل. لكن هو اتحدى واصر انه يغير ويحول انظار العالم كله للفصل العنصري القميء اللي في جنوب افريقيا. من خلال ايه؟ من خلال الرياضة، من خلال انه لعب ووصل الدور النهائي في 800 متر، في سباق 800 متر. وصل الدور النهائي، ما حققش ميدالية، لكن كسب حاجة اعظم من اي ميدالية ومن اي كاس ومن اي بطولة. كسب انه العالم كله التفت لجنوب افريقيا والابرتايد، الفصل العنصري في جنوب افريقيا. كويس. لدرجة انه اللجنة الاولمبية الدولية بعد دورة روما قررت منع جنوب افريقيا من المشاركة في اي بطولات اولمبية. تبعها كل الاتحادات الدولية في مختلف الرياضات، في مختلف الرياضات، ان جنوب افريقيا ممنوع تشارك في اي حاجة طول ما في الفصل العنصري ده. الراجل ده غير في تاريخ الرياضة وغير في تاريخ بلده. شوف الرياضة عملت ايه، شوف رياضي زي ده اثر قد ايه في تاريخ بلده، لدرجة انه غير تماما، غير كل حاجة. كويس. هل موتشيماني عمل كده من غير ما يقصد؟ لا، كان يقصد، لانه هو عنده مقولة مشهورة قوي. قال انا قعدت اجري من سنة 53 لسنة 60 علشان اثبت بس انه لون بشرتي او لون البشرة عامة ما بيحددش القدرات. وليه تصريح بعد كده، بعد ما حصلت الاجراءات دي ضد جنوب افريقيا وكده، قال انا نجحت في ان انا اثبت ده لما وصلت الدور النهائي في اولمبياد روما وفي دورة روما 60. حكايتين حاجة عظيمة جدا. ودي حاجات زي ما بقول لكم بتثبت انه الموضوع مش ميداليات وكؤوس وبطولات بس، لا، موضوع في حاجات اعظم من كده وفي حاجات اهم من كده. ويا ريت كلنا نبص للرياضه كده. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان واليمن وسوريا والسودان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كأنه مرتزقا المجرم القاتل الغاصب للأرض من 76 سنة. فلسطين وأهلنا في فلسطين هم أطهر شرف الأمة العربية. كده أكون وصلت معكم لآخر الحلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى يكون موضوعنا لإعجابكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته. على لقاكم في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. عاشها العرب، كل العرب. عاشت فلسطين حرة عربية أبية، بكل العرب ولكل العرب.